السلام عليكم. هنبدأ بسؤال زي ما احنا متعودين. طريق سهل مع صاحب وحش ولا طريق صعب مع صاحب كويس؟ فكر واختار وخلي دايما قيمك صح. اهلا بكم يا ابطال. النهارده مع بعض هنصحح مفهوم مهم وقوي. هنصحح مع بعض مفهوم مهم وقوي. ايه مفهوم النهارده او ايه قيمة النهارده يا موما؟ النهارده هنتكلم عن مفهوم مهم جدا نمشي بيه بقية حياتنا واحنا كده مستريحين وحاسين ان احنا لينا ظهر. قيمة النهارده بتقول لي الصديق قبل الطريق. تاني، الصديق قبل الطريق. يعني لازم اختار صديقي ده كويس جدا وبعناية، وعندي حرية التصرف. ما عجبنيش ما كملش معاه، خلاص. عجبني هكمل معاه. عجبني وعنده شوية اخطاء، شوية سلبيات نصلحها مع بعض. لو احنا دايما شبه بعض يبقى دايما اختار اللي شبهي اللي يكمل معايا صح. مثلا يعني تخيل لو انت مروح واحد صاحبك قالك تعالى نعمل حاجة غلط وانت عارف انها غلط، هتعمل ايه؟ هتفكر، لازم هتفكر. خلاص انا عارف ان صاحبي دوت او الصديق ده او الصاحب ده او الانسان ده مش مظبوط، خلاص ابعد عنه ما كملش معاه. تمام، يبقى افكر، اختار، اخلي قيمي دائما صح. النهارده هناخد قيمة الصديق قبل الطريق، وزي ما احنا متفقين ومتعودين اكتب لي القيم دي قدامك كده على فوق سريرك، على مكتبك، في المكان اللي انت متعود تتواجد فيه دايما، علشان دي تبقى نبراس ليك تكمل بيه حياتك. تعال نشوف مع بعض القيمة وخليها دايما قدامك. اتفضل. هل تعلم أن الصديق قبل الطريق يعني إيه؟ الصديق قبل الطريق، خلي بالك إن الصديق دوت لو كويس هيبقى بالنسبة لك كل حاجة، ولو وحش خلاص شكرا. طيب، الأصدقاء دي ممكن تبقى رحمات ربنا بيبعتها لنا، يبقى ممكن ربنا بيبعت لنا الأصدقاء دول كرحمات. ليه بقى؟ رزق من ربنا وانت برضو بتختار. إذا وقع عليك ظلم كان لك جيشا. الله، لو أنا اتظلمت هو بيدافع عني بكل ما أوتي من قوة. إذا وقع عليك هم كان لك عونا، أي مشكلة تحصل لي ألاقيه جنبي وبيطبطب علي. إذا وقع عليك دين كان لك إيه؟ جيبا. يبقى القيمة هنا إن مهما بلغ الإنسان من رفع وعلو لا يستغنى عن صديق إيه؟ صالح. تمام؟ يبقى احنا قلنا النهاردة إن الصديق قبل الطريق. إيه رأيك؟ مومة يا مومة يا مومة، تعالوا نتعلم قيمة. نتعلم قيمة إيه النهاردة؟ إن